شاء الله هتكون بعد قليل تصل طائرة النادي الأهلي إلى المغرب الشقيق استعدادا لمباراة العودة أمام الرجاء. الأهلي كان قد فاز فوزا هاما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء. كولر طلب من إدارة النادي الأهلي إنها تساعده إنه يتم فرض حالة كاملة من السرية ومن الكتمان حوالين أخبار البعثة. يعني قال لهم على قد ما تقدروا أنا عايز هدوء، عايز استقرار، عايز استعد، وإنه كل واحد عارف إنه الرجاء ما استسلمش والرجاء بيدور على فرصته، والرجاء عايز يعمل رومنتادا في ملعب محمد الخامس. كولر كمان قال للعيبه ان انا بتعامل مع مباراه العوده على انها المباراه الحاسمه، ونتيجه الذهاب دي كانها ما حصلتش، ولازم نركز ولازم يبقى في جديه بشده في التعامل مع المباراه من الدقيقه الاولى. الرجاء هيحاول يسجل هدف مبكر يعني، فاعتقد ده امر مهم جدا. يعني من الاخبار المهمه كمان اللي لها ارتباط بهذا اللقاء شويه، انه اتحاد الكوره غالبا قرر تاجيل نظر قرار لجنه الاستئناف او قرار لجنه الانضباط في الاستئناف اللي قدمه النادي الاهلي، التظلم على العقوبات اللي صدرت في حقه بالايقاف 12 مباراه لما بعد مباراه السوبر المحلي امام الزمالك يوم 5 ابريل. يعني واضح انه الرسائل 5 مايو عفوا، واضح انه الرسائل اللي جايه من يعني من اتحاد الكوره بتقول هذا الامر يعني، وبالتالي سيكون من حق كهرباء ان يشارك في مباراه السوبر المحلي. في كل الاحوال نتمنى برضو زي ما قلت لكم حته الهدوء ده هتبقى نقطه مهمه جدا على جميع الاطراف عشان الدنيا تمشي بشكل جيد، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعود منتصرا وبنتيجه المباراتين امام الرجاء المغربي ان شاء الله بالتوفيق. تقريبا كنا اول ناس قلنا لكم على العرض بتاع نادي سيسكا موسكو الروسي لاحمد عبد القادر. النادي الاهلي قرر انه يؤجل العرض ده تماما لما بعد مباراه السوبر المحلي بعد 5 مايو. الوقت ضيق جدا، الاهلي عنده مباريات مهمه جدا كل 3 ايام. هو احمد عبد القادر مستني رد النادي، يعني الراجل ما بيقولهمش امشي ولا امشيش، لكن هو طبعا من جواه عايز ياخد تجربه احتراف، واخد تجربه في احد الانديه التشيكيه وعايز ياخدها تاني. نادي سيسكا نادي جيد، يمكن الكره الروسيه بتتعرض لبعض المشاكل واستبعادها من البطولات الاوروبيه، لكن لا اقدر اقوله لاحمد عبد القادر ان لسه قدامك الوقت.